على الرغم من كل المحاذير وتعدد الأفرقاء المتقاتلين في الميدان السوري، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا مع تركيا يقضي بتدريب وتسليح من يطلقون عليهم معارضة معتدلة. الاتفاق نص على إرسال نحو 400 جندي أمريكي ابتداء من آذار مارس المقبل للمشاركة في برنامج تدريب وتجهيز 5000 مقاتل سنويا على امتداد 3 أعوام، بغية مواجهة تنظيم داعش ومجموعات إرهابية مشابهة إلى جانب محاربة الجيش السوري، وفقا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وبموجب الاتفاق ستقام التدريبات في كل من تركيا والإمارات والسعودية. على الجانب الآخر، يرى مراقبون في اتفاق واشنطن أنقرة دليلا صريحا على دعم البلدين علنا للإرهاب، متهمين إياهما بتدريب مجموعات جديدة شبيهة بتنظيم داعش الإرهابي لضمان استمرار مخططاتهم لتقسيم المنطقة. الاتفاق حاز من الكونغرس الأمريكي على ميزانية تقدر ب500 مليون دولار، ووضع نهاية لخلاف بين البلدين داخل حلف الناتو بشأن من سيتم تسليحهم ومن سيقاتلون وكيفية اختيارهم نظرا لانتشار ظاهرة المتطرفين. كما أن البلدين كانا مختلفين بشأن أولوية محاربة الأنظمة الإرهابية بالنسبة لأمريكا أو الجيش السوري بالنسبة لتركيا. فتركيا التي تواجه اتهامات بتغذية الجماعات المتطرفة في سوريا تسعى من خلال الاتفاق الأخير إلى تعزيز صفوف المعارضة السورية المنقسمة على بعضها لتقوية شوكتها.